بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي وأحبابي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. في حديث جديد من القلب أسأل الله عز وجل أن يجعله تذكرة لكل من سمعه ورآه، وأن تعيه أذن واعية ليصل من الأذن إلى أذين القلب إن شاء الله رب العالمين. حديثنا اليوم عن الإمام الشهيد الأستاذ البنا رحمة الله عليه في ذكرى استشهاده، ونسأل الله عز وجل أن يرفعه إلى أعلى عليين، وألا يحرمنا صحبته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين والحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم حول حوضه وفي الفردوس الأعلى، آمين. أحب أن أركز في حديثي حول نقطتين اثنتين. أولهما هذا الشاب في كلية دار العلوم حمل هم هذه الأمة وهذا الدين، وإذا به لا يقعده وجود قوات احتلال تحتل مصر، ولا وجود قصر، ولا وجود فساد، ولا وجود استبداد، ولا وجود جهل بين الشعب المصري وأمية ضربت أطنابها، وبعد عن مفاهيم الإسلام الصحيحة، وخلافات تتنازع الأمة حتى أهل السنة ما بين حنفية وحنابلة ومالكية وشافعية، وكأن هؤلاء جميعا ليسوا من رسول الله ملتمسوا صلى الله عليه وسلم. الخلاف دب عندما سعى بيننا عدو لنا جميعا يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون له. ماذا فعل هذا الشاب؟ هل أقعده كل هذه العقبات عن أن يحمل هم هذا الدين وهذه الدعوة وهذه الأمة؟ أم بدأ يبحث ما الدور الذي من الممكن أن يقوم به ولو كان غرس فسيلة؟ سيدنا إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: يا رب وأن يبلغ صوتي؟ قال: يا إبراهيم عليك الأذان وعلينا الإجابة. تبليغ هذا الصوت ما دام لله لا تحمل همه، احمل هم نيتك أنت. ماذا تحب أن تقول؟ ولماذا تقول؟ ولذلك النموذج العجيب جدا لسيدنا مصعب بن عمير رضي الله عنه عندما قال له أسيد بن حضير عن سعد بن معاذ رضي الله عنهم جميعا: هذا سيد قومي قد أتاك فاصدق الله فيه. عجيب أن تعرف أن هذا الشاب الصغير حديث عهد بالإسلام يكون سفيرا في المدينة المنورة يصدق الله في سعد بن معاذ، لا يصدق سعد بن معاذ، يصدق الله في سعد بن معاذ. وتقول لي: كيف عرفت إخلاص هذا الإنسان؟ أقول لك: بأثر عمله. كي تعرف أن هذا العمل كان مخلصا لله عز وجل انظر إلى أثر عمله. كي تعرف أن هذا الكلام مخلصا لله سبحانه وتعالى اعرف أثر الكلام الذي يوفق الله عز وجل صاحبه ويفتح له القلوب. هل يعقل أن كلمات معدودة من مصعب بن عمير تكون سببا في إسلام سعد بن معاذ، سببا في إسلام أهل الأوس جميعا في ليلة واحدة؟ ليس هذا إلا بركة الإخلاص. ولا أزكي على الله أحدا في الإمام حسن البنا رحمة الله عليه، أنه لا يعقل أن مجهودات إنسان جمع حوله 5 6 من العمال، حتى لا يقول أحد أن هؤلاء كانوا أصحاب نفوذ ولا أصحاب علم ولا خبرة ولا ثقافة ولا شهادات ولا صفوة. أيضا لم يكن هناك من ذوي الجاه، بل أوصانا بالبعد عن ذوي الجاه والسلطان حتى يكون العمل في بدايته خالصا لله سبحانه وتعالى، يؤسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان. ماذا كانت النتيجة؟ هل تدرون أن عشرات الدول في العالم يصل إليها هذه الدعوة وتنبت النبتة الطيبة والشجرة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها؟ وما زالت كلمات هذا الشاب الذي قضى أجله عند عمر لم يكتمل 42 عاما بجريمة قتل إرهاب دولة قتلته بتواطؤ جميع الأجهزة،
لو كانت العقبات التي واجهت الإمام البنا أقعدته، لو كان عمل حسابها أنه على قدر قوته فقط، بل قال أنا أستر القدرة وآخذ الأجرة، أما الفعال لما يريد فهو الذي سيتولى ما لا أقدر عليه. لذلك كان واجبا علينا أن نفعل ما نستطيع، ما استطعنا أن نبذل الجهد بهذا الفهم الإسلامي الوسطي الصحيح لجمع الأمة على هذا الخير، وما لا نقدر عليه يقول عز وجل عنه وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها. لا تشغل نفسك بما ضمن لك عما طلب منك. نحن نحمل هذا النور ورثة محمد صلى الله عليه وسلم، وقدم لنا الأستاذ البنا رضي الله عنه ورحمه رحمة واسعة نموذج لأصعب مما يتخيل الإنسان، أنه وحده وليس معه أحد، ولا يقدر أحد على مواجهة كل ما كان في مصر وقتها، ولكن هذا النور نور أضاءه الله عز وجل فحطم الظلمات، لأنه نور الله ونحن نقتبس من نور الله سبحانه وتعالى.